علاقة الجينات بأمراض النفسية علاقة معقدة جدا. لما بيكون في مرض نفسي، والأمراض النفسية متنوعة طبعا ما بين الحاجات اللي لها علاقة اكتئاب أو السايكوزز زي السكيزوفرينيا أو الشيزوفرينيا، في جزء منها بيبقى وراثي، جزء منها بيبقى خلل جيني، ومجموعة من الجينات مش جين واحدة، فمهم جدا إن احنا نحدد ايه مجموعة الجينات اللي حصل فيها خلل. وفي جزء منها مهم جدا بيعتمد على الجينات في تحديد نوع العلاج، مستوى الذكاء، طريقة النوم، طريقة الأكل، طريقة الشرب، المشي. كل دي حاجات أكيد فيها عنصر وراثي، بس إيه العنصر الوراثي بالظبط المسؤول عن هذه الأشياء ده لسه تحت الفحص، لم يكتشف بعد. إنما خليني أقول لك برضو إن إحنا زمان بيقولوا إن إحنا في مجموعة من الدي إن إيه بتاعنا بتعمل جينات، وبتمثل 2% من الدي إن إيه أو 1%، و98% سموه جانك او الدي ان ايه اللي ملوش لازمه. اكتشفنا ان في فوق ال 20,000 جين اللي عندنا 25,000 موجودين في الجانك دي ان ايه. فاحنا لسه كل ده تحت الفحص وتحت الدراسه وبيبان. بس هو الثابت في حاجه اسمها واي جينوم اسوشيشن ستاديز، بيعملوا فحص شامل لكل الجينات بتاعت مجموعات من البشر او مرضى معينين بتوع امراض نفسيه، ولقوا انه في تشابك ما بين الجينات، وجود بعض الجينات المسؤوله عن هذه الأمراض النفسية موجودة بنسبة كبيرة في مجموعات المرضى اللي بيعملوا فيها الفحص ده. فاحنا لسه في طريق اكتشاف الأسباب المسؤولة عن الأمراض أو العادات اللي موجودة عند البشر عامة.